أثار الدول المغرب رايان ماي الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن قام بإلغاء متابعته للجميع على إنستغرام مباشرة عقب إعلان الناخب الوطني وليد الركراكي عن اللائحة النهائية التي ستخوض غمار نهائيات كأس العالم قطر 2022. وألغى ماي متابعته لجميع لاعبي المنتخب المغربي والحساب الرسمي للفريق الوطني، تاركاً فقط بعض أفراد عائلته وحساب فريقه. واستبعد الناخب الوطني وليد الركراكي المهاجم رايان ماي من اللائحة المونديالية للمنتخب المغربي رغم مشاركته في جميع المباريات الإقصائية. ويعتبر رايان ماي رفقة شقيقه سامي من العناصر التي ظلت تشارك بانتظام رفقة المنتخب المغربي خلال ال3 سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى مشاركتهم في كأس أفريقيا الأخيرة بالكاميرون.